أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي. وجدي عكاري شاب لبناني عاش في ظل أسرة مسلمة كأي أسرة كانت، مسلمة على الهوية فحسب، لا يعرف عن الإسلام شيئا، لكن كل ما يتذكره أنه من عائلة مسلمة. فقد الهوية الإسلامية وانسلخ منها، عاش حياة غربية بامتياز في شكله وملبسه، في أكله وفي شربه، في تفاصيل حياته. عاش النمط الغربي وارتضاه أسلوب حياة له، فما لبث أن تلاطمت به أمواج الضلال حتى خرج من الإسلام واتبع الديانة البوذية، وتاه في ظلمات بعضها فوق بعض حتى رأى النور من بعيد. اسمي وجدي أسعد عكاري، أنا من طرابلس لبنان. ولدت في لبنان في 1/1/1980، وكنت أروح مدرسة فرنسية في بادئ الأمر. بتعرف في لبنان عندنا أحداث الحرب الأهلية اللي كانت في لبنان لمدة 15 سنة من 75 إلى 1990. فأنا ولدت في وسط هذه الحرب، وحياتنا كانت غالبا في بداية الأمر انتقال من مدينة إلى أخرى بحثا عن الأمان والاستقرار، وإن كان شبه معدوم. بعد مرور فترة من الزمن، يمكن كان عمري 8 سنين أو 7 سنين، توفي زوج خالتي. ولما توفي زوج خالتي سافرت إلى أمريكا، وسافر معها ابن خالتي اللي كان صديقي العزيز وحبيبي واللي نلعب مع بعض وإلى آخره. فلما راح زعلت وسبب لي كده أزمة نفسية، وكلمت الوالدة من أنا صغير أنه لما أكبر برضو بدي أروح أمريكا مثل ما راح ابن خالتي، وليش هو يروح وأنا ما أروح. كان كثير من أقاربنا أصلا تركوا البلد أثناء الحرب، يعني بحثا عن برضو لقمة العيش والأمان. فالوالدة يعني قبلت بالفكرة، وقالت لي خلص مدرسة وتوكل على الله. مهم أني أذكر في هنا يعني أنه حياتنا في بداية الأمر من أنا صغير إلى 11 سنة ما خصنا في الإسلام إلا على الهوية. يعني نحتفل بجميع أعياد النصارى بلا استثناء، ومظهرنا وتقاليدنا وتصرفاتنا وطقوسنا نصرانية محض. وهذا كان يعني شائع في لبنان، ما تفرق بين المسلم والنصراني إلا بالاسم أو الهوية. فهذا كان طبعا له تأثير علينا، أنه أصلا ما في عندنا انتماء للإسلام بشكل صحيح. فلما كلمت الوالدة بخصوص هذا الموضوع، نقلتني من مدرسة فرنسية إلى مدرسة إنجليزية، حكم أنه لما أتخرج أسافر إلى أمريكا. ولما صار عمري 11 سنة توفي جدي، وأثر على أثر وفاة الجد تأثرت الوالدة، وكانت نقطة تحول في حياتها، رجوعا للإسلام مع بعض الإشكالات، بس بشكل عام يعني بلشت تصلي وابتدت الأمور تتغير عندنا في البيت. حاولت أنه تأثر على برضو على أنا وأختي وأخي الصغير بشكل إيجابي. ففي فترة من الفترات كان عندي يعني شيء من الانتماء، أصلي أحيانا وإن كان أصلي بآخر اليوم الصلوات أجمعها كلها. التحقت في بمسجد للتحفيظ، أفتكر كنا عم نحاول نحفظ جزء عامة لفترة وجيزة، ورحت معهم كذا رحلة بالكشاف مخيم مدة أسبوع، وهذا كان كل اللي صار. بعدين رجعت ابتعدت عن الإسلام. طبعا أنا نفسيا محضر نفسي أني أنا سافر، وكنت عم فكر أنه
الشعور اللا انتماء مزعج، واني اروح امريكا واشعر اني انا ماني قادر اني اتواصل مع الناس او اني افهم علي واني يفهموا علي، يكون معهم على نفس الموجة. كان شعور مزعج بالنسبة لي، فحاولت اني اهيئ نفسي لامريكا بكل معنى الكلمة، بحكم اني لما اروح ما اشعر اني انا غريب بين هذول الناس. وفعلا يعني اجتهدت في هذا المجال. كان عندي توجه الى كرة السلة، العب كرة سلة بشكل شبه احترافي ان صح التعبير، وكذلك الاغاني، تحديدا الراب ميوزك اللي كانت شائعة جدا عندنا في لبنان، خاصة في توباك شاكور ونوتوريوس بيجي، واحد منهم من الايست كوست وواحد منهم من الويست كوست في امريكا، وفي بينهم مشاكل. فهذه المشاكل انتقلت لعندنا لبنان، فتحصل هذا يدعم هذا المغني وهذا يدعم هذا المغني، وهن يعني خاصيتهم هذول المغنيين انه جانجستر راب، يعني اغاني حق عصابات، فيها مسدسات وفيها قتل، منه مجرد يعني فن، في لها اكثر يعني توصل لابعاد كثيره. هذا كله متاثرين فيه من هناك. فحتى يعني مظهري الخارجي وانا في لبنان يعني يوحي انه انا واحد من اجنبي مثلا بين الناس هناك. المهم انه ضليت على هذا التفكير وهذا التوجه الى ان اقتربت من انتهاء المدرسة. فرتبت الوالدة مع خالتي اللي كانت تسكن في امريكا انه يعني اخذ قبول في الجامعة، عملوا ابلكيشن يقدموا طلب، وفعلا اخذت التوفل اكزام والحمد لله يعني جبت علامة كويسة جدا، واجى القبول من الجامعة في امريكا في لوس أنجلوس كاليفورنيا. اسم الجامعة كاليفورنيا ستيت يونيفرسيتي نورثريدج، سيسن اختصارها. وخلاص وصلت للحظة اللي لطالما بحثت عنها. أذكر أني كنت يعني معدوم الشعور، يعني أنا واحد تارك أهلي، والمفروض أقل شيء أنك تشعر بالحزن، تشعر يعني زعلانين طبعا، او ما عمري شفت والدي بكي بحياتي ما شفته يبكي الا يوم اللي سافرت، وانا كتر ما يعني لا ابالي. اخر يوم لي في لبنان قضيته مع الشباب، فاخر يوم يعني حتى وقت ما قضيت وقت مع اهلي مطلقا ولا فكرت بالموضوع. ضليت سهران مع الشباب ومع أصحابي إلى يعني باقي على الرحلة ساعات معدودة، لازم تروح المطار بكير، ورحت البيت مجرد أني أحمل شنطي وأمشي. تأثر الوالد طبعا بذهابي، لأنه ما عمري ترك لبنان من 0 ل 18 وأنا في لبنان، ما عمري سافرت ولا الوالد سافر. المهم أنه يعني كنت عندي قسوة في القلب ما أدري كيف أصفها، حتى مع المفروض بالفطرة هذه مع الأقارب مع الوالدين، سبحان الله ما في، يعني بدي روح، بس ماني مصدق أني أنا الحلم كل الأفلام اللي كنت بحضر على التلفزيون وأمريكا وهوليوود وما هوليوود، أنه أنا رايح عيشة بنفسي. هذا كان تفكيري فقط، محصور في هذا المجال. وفعلا رحت أمريكا أو أمريكا. لما رحت أمريكا وأمريكا على حسب المرجع، ما عاد في عندي أي قيود. يعني في لبنان مهما ضليت عن السبيل، عندك مجتمع خاصة في طرابلس شبه إسلامي، عندك الحياء العام من الناس اللي حواليك، في عندك حدود معينة مهما كنت يعني طايش ما فيك تتعداها، بخلاف أمريكا حيث كل ما كنت يعني جريء على المعاصي وعلى هذا، كل ما كان شيء يفتخر فيه انه هذا انسان شجاع. فرحت عند خالتي الملحدة، خالتي يلي طبعا في الاصل مسلمة، ولكن للاسف الشديد نسأل الله يهديها في اثناء مكوثة هناك لسبب من الاسباب، اظن تحليلي الشخصي انه ما تولد عاقم او عاقر، فأظن عنده شيء من الانزعاج انه كيف تحب الاولاد وما يجيها اولاد، بغض النظر لا تؤمن بوجود اله ولا رسول ولا شيء. ففي بداية الامر سكنت مع خالتي واتعبتها
لأنه يعني ما كان عندي تقدير لأوضاع الناس. يعني عندنا بيقولوا مغنج، يعني ما نقيس الأمور بمقياسات الناحية المادية ولا ما مادية. رحت لهناك بفتكر امسك التليفون كلم أصحابي في لبنان، ايه أنا مبسوط هون والتلفزيون ومدري شو، كأنه ما في حدا غيري في الدنيا. طلعت الفاتورة ب$1000، 3750 ريال. حتموت كانت خالتي، يعني لأنه تشتغل هي طول الشهر عشان يمكن تجيب هذا المبلغ أو أقل، وأنا صرفته كذا على اتصالات مع يعني اتصالات ما في منها، حتى ما اتصلت بأهلي، عم اتصل بأصحابي. فعانوا معي في البداية لبين ما تأقلمت على الجو، وقررت أنه بسبب هذه المعاناة أنه ما ينفع أعيش معهم. طبعا أثناء هذا الوقت أنا عم روح الجامعة غالية جدا كفورن ستودنت، يعني تلميذ أجنبي. اليونت كانت ب$12، ولازم يكون عندك مينيموم 12 يونتس بالسيمستر. وما أخفيك الأشياء اللي كنت عم تعلمها في الجامعة أخذتها في لبنان في الخامس ابتدائي. تعتبر أشياء بسيطة جدا، لأنه المستوى عندنا في لبنان يعتبر شبه راقي من ناحية التعليمية، فكان أشياء يعني بيسك تعتبر. فالنصيحة التي وجهني الجميع إليها أو وجهها الجميع إلي، تزوج أمريكية وحصل الجنسية، وبعدين ترجع على الجامعة على وقتك الخاص وبسعر اللي يعطوه لأهل البلد. فرق شاسع طبعا في ستودنت لون وفي دعم من الحكومة إلى آخره، ففرق شاسع. فاقتنعت بهذه النصيحة وسعيت في هذا المجال، وفعلا تزوجت امرأة بوذية. أهلها أبوها متوفي، أمها كانت يهودية أثرياء جدا، ساكنين يعني جدها وجدتها في سان فرانسيسكو، عندهم قصر، ناس أثرياء. بنتهم اللي هي أم زوجتي القديمة تخلت عن اليهودية وعن تقريبا العائلة ودخلت في البوذية. فزوجتي هذه كانت بوذية، وأنا كنت نوترل، يعني ما عندي دين، ماشي مع الشهوات، ما عندي أي حاجة حواجز، ما عندي ضوابط، ما عندي ميول معينة. يعني الفيلم اللي كنت أحضره عم بعيشه، هذا كل اللي كنت بيهمني. يعني حثالة الأرض. هكذا تغيرت حياة وجدي من مسلم مكرم حياته كلها طهر وإيمان، إلى أن أصبح بوذيا ضالا متخبطا قادته خطاه في هذا الظلام، لأن يلتحق بفرقة بوذية تسمي نفسها حثالة الأرض، وانغمس في هذه الحياة الجديدة بكل قذارتها وبعدها عن الإيمان الحق. أخوها لزوجتي كان عنده فرقة راب اسمها Scums of the Earth. Scums حثالة، بارك الله فيك، of the Earth الأرض. فسبحان الله اسم الفرقة حثالة الأرض، وكلهم بوذيين. فأصبحت زوجتي بوذية، أخوها اللي صار زميلي بحكم أنا عندي توجه هذا الأغاني والراب من أنا وفي لبنان، فصارت حياتي ما بين هنا وهنا، وكله له علاقة في البوذية. فطبعا كونه ما عندي أي ضوابط ولا عندي أي حدود معينة تمنعني أو تحجزني، فدخلت معهم في التيار ودخلت معهم في البوذية رسميا أو غير رسميا. يعني ما كان الموضوع رسمي اني مثل ما عندنا تنطق شهادة وتدخل الإسلام، انما بديت اروح معهم الى الممارسات والطقوس تبعولهم، منها المشهور عندهم لانه هم البوذيين على denominations، يعني هم فرق برضو منهم يعني منهج واحد. منهم من يعبد الصنم بوذا نفسه، ومنهم اللي كنت انا معهم يعبدون قانون the law of cause and effect، قانون الأسباب وما ينتج عن الأسباب، ويعتبر هو آلهة من دون الله. يعني كله عندنا نحن القدر، طبعا القدر اللي هو من الله، أما عندهم هو القدر يعني كائن مستقل لوحده يأثر عليك ويأثر على حياتك مع الإيمان بتناسخ الأرواح.
يعني لو أنت يعني كان وضعك غير جيد بسبب الشر اللي أنت عم بتسويه، وجاءك الموت، بالروح اللي حتجي فيها قد تجي في حيوان أو في حاجة معينة، بخلاف لو كنت على خير تجي كملك ولا رئيس جمهورية ولا شيء من هالنوع. يعني تفكير عجيب، ولكنه هذا اعتقادهم. كنا نروح معبد، وكان عندهم كده بسموها بوتسنان، وهذه البوتسنان أقرب شيء لبوكشلف، يعني مكتبة تحط فيها الكتب، بس بدل الكتب في كتابات معينة لمشايخهم طبعا، وفيها الإمضاء، إمضاء معين. كنا نجلس خلف هذه ونكرر عبارة ناميوهو رينجيكيو، كده تحط يديك كده وتقول ناميوهو رينجيكيو ناميوهو رينجيكيو. والهدف من هذا الإنشاد أنه كل ما زدت في قول هذا الشيء كل ما غيرت الكارما أو القدر من الشر إلى الخير. فأنت لو جلست ساعتين تسوي كده كنت مسوى معاصي كثير، وإن كان ما عندهم ضوابط للمعاصي، يعني ما نعتبره نحن معاصي في الإسلام، عندهم قد يكون عادي جدا. عندهم المعاصي يعني أنك تسيء إلى الإنسان، تسيء إلى شخص آخر، أما بينك وبين الله ما فيه. فيعني يمكن يسوي حاجة غلط وعنده تعتبر صحيحة. بغض النظر، هذا التكرار للناميوهو رينجيكيو يغير القدر ويأتي بالخير ولو كنت أنت تستحق الشر. وصدق أو لا تصدق أخي، جلست يعني أشهر بل سنين وأنا في هذه الدوامة بدون ما أقف مرة من المرات وأفكر إيش قاعد أسوي. حقيقة أخي بحثت عن السعادة أو ظننت أنني في سعادة، ويعلم الله أني كنت شقي. في الظاهر لباس يعني راقي وسيارة فخمة وشقة خاصة فيني، يعني كل ما يتمناه الإنسان أو يظن أنه فيه السعادة موجود. وفي داخلي في صراع، في ما أستطيع أصفها به، يعني ما أدري السبب. حتى يعني كنت في مرحلة من مراحل حياتي يعني انتحاري، يعني كنت وصلت لمرحلة أني انتحر، مع أنه اللي يشوفني يقول هذا أسعد إنسان في العالم. كثرت عليه المشكلات وازداد الظلام ظلاما. دخل السجن وأوصدت أمامه الكثير من الأبواب، ولم يبق إلا باب واحد لم يطرق، باب التوبة، باب الرجوع إلى الله. قابل رجلا مسلما قد أساء إليه وجدي في السابق، ومع ذلك تعامل معه هذا الرجل بكل إحسان، ونسي ما كان منه من إساءة، وكانت فرصة جيدة لتصحيح مساره وعودته للطريق الصحيح. بحث عن وظائف، وكانت أثناءها تورطت في يعني عادة معينة، هي المخدرات. المخدرات طبعا على مراتب، أقلها تعتبر هناك الحشيش، يسموه ماريوانا، طبعا ليس مثل الحشيش اللي هنا، هو ماريوانا، ماري جين، هذا الاختصار حقها. قدرا جسمي كان ما يتحمل أصلا أشياء يعني أثقل من كده، فهذا كان يعني عادة استمرت معي، يعني كانت حياتي كلها بل حياتي كلها مدارة على هذه الجزئية. طالما هذا الشيء متوفر أنا سعيد ومبسوط، وإذا فقد مني الحياة أصبح ليس لها معنى. إدمان يعني مو طبيعي، معروف انتشار هذه العادة هناك. الشاهد، فلما رحت أبحث عن وظائف يسووا لك تحليل دم، والتحليل هذا لو كان في عندك الماريوانا في الدم مباشرة يرفض العمل مهما كان العمل، إلا لو تعرف أحد عنده شركة خاصة، هذا موضوع ثاني، وبرضه هو يكون معرض إلى شيء من الخطر مع الحكومة، أنه مفروض ما يوظف إلا من يكون عنده تست يعني وينجح في هذا التست، البلاد تست. فما حتحصل وظيفة مهما كانت الوظيفة. كلمت خالتي على أساس ربما تديني فلوس تساعدني أن أنا أحتاج أدفع الأجار. فخالتي تعلم الدرس طبعا، عارفيني وعارفين وضعي وأسلوبي وأني متعب من هذه الناحية. فقالت لي
عليك بهشام الزين. هشام الزين رجل لبناني عنده شركة تأمين في لوس أنجلوس. الطرفة في موضوع هشام أني أول ما رحت أمريكا اشتريت سيارة. أول ما اشتريت سيارة رحت أنا وخالتي عشان نشتري بوليصة التأمين من عنده، لأنه إجباري يجيب بوليصة التأمين. أول ما شفته للرجال كرهته، من أول ما شفته انزعجت منه انزعاج مو طبيعي، لدرجة أني قررت الانتقام منه بلا سبب. فاشتريت منه بوليصة التأمين. طبعا تدفع الداون بيمنت، الدفعة الأولى، بعدين عندك انستولمنتس، دفعات. دفعت الدفعة الأولى، خط بوليصة التأمين والسلام عليكم، ويودي لي رسائل، يودي لي بالبريد عليك دفعات ما عليك دفعات إلى آخره، تليفونات، مطنش الرجال بالكلية، ما حتى دفعات. فعلاقتي معه سيئة من البداية، لا أنا أحبه، وأصلا وضعي معه سيء أني أنا أخذ منه فلوس، يعني شاري منه خدمة ماني دافع عليها مقابل. فقالت لي روح عند هشام الزين. قلت لها هشام الزين بين كل الناس ما مين حيساعدك؟ إذا كلهم حيسوي لك تحليل، هذا اللي يمكن يشغلك بدون تحليل. ورحت عند هشام. رحت عند هشام، طبعا دخلت عليه، عرفني وإن كان شكلي غريب، عرفني. وأعطيته مختصر مفيد أني أنا وضعي كذا، ولسه جاي من نيويورك، علي إيجار وأبغى وظيفة. فالرجال قال لي إيش اللي تحسنه؟ إيش ممكن تسوي؟ قلت له والله أي شيء، أنا اشتغلت بكل ما هب ودب من الأعمال، محطة بنزين، ورشة ميكانيك، يسموها هنا، كل شيء اشتغلت، مبيعات بالتليفون، مبيعات شخصية، يعني بتاع كله. قال لي فيك تبيع؟ قلت له ببيع. قال لي تبيع تأمين لسمول بزنس، شركات صغيرة، يعني أبو 5 موظفين 7 موظفين، تعرض عليهم يعني باكج للإنشورنس، التأمين الصحي طبعا أفضل من اللي هم يعني بيستفيدوا منه الآن أو في ذلك الوقت. قلت له أبشر. اتفقنا على راتب يعتبر معدل، يعني منه كثير، وبرضه ما يعني منه ما قصر معي. الأفضل حاجة صارت غير أنه وظفني وأنا في أزمة، الرجال هذا يعني حاول بذل جهد كبير أنه يحسن إلي بالمعاملة. يعني أنا مفروض، هو ما خصوا فيني، أنا موظف، مسؤوليتي المواصلات، كيف إجي كيف روح وين، ما خصوا، ولكن هو أخذ يعني على عاتقه جزاه الله خير أنه يوديني البيت بآخر الدوام، مع أنه مشوار، هو بيته جنب الأوفيس، جنب المكتب، وأنا ساكن بعيد، فياخذ مشوار طويل، مع أنه المفروض يروح بيته بعد الدوام عشان يوصلني البيت ويرجع إلى بيته. غير أنه نسق مع الموظف أنه برضو في الصباح يجيبني من البيت، فرتب لي روحة والجية، وعرف أنه عندي أزمة مادية، ديني فلوس. فهذا طبعا أثر فيني، وكوني أنا كنت سيء مع الرجال، والآن عم بيجي بالمقابل إحسان. فالواحد يعني مهما كان لو في عنده شعور بالخجل يستحي من نفسه. فحاولت أني أعود اللي فات برضو أني أنا ما قصر معه. كيف؟ الرجال يصلي وقت الصلاة، يعني ياخذ جزء وقت من العمل، يوقف العمل، يدخل دورة المياه، يتوضأ ويجهز نفسه ويجي يصلي في المكتب. في البداية أنا ما أصلي معه، بعدين لما صار إحسانه مستمر فصرت شعرت بضغط أني أنا إيش أصلي معه، كأني عم سوي له خدمة، يعني أشعره أنه هو له تأثير إيجابي. ما يختلف اثنين، لو أنت واحد بدأ يصلي بسبب واحد ثاني، حيشعر هذا الثاني أنه هو سوى شيء عظيم. هو ما كلمني مباشرة، ما قال لي تعال صلي معي. ففي البداية كنت أصلي بدون وضوء، وأصلا ماني عارف إيش أقول في الصلاة. في الركوع هل هي سبحان ربي العظيم ولا سبحان ربي الأعلى، ناسي. آخر مرة صليت في لبنان مدري عمري 8 سنين ولا 10 سنين إلى آخره، يعني عفوا آخر مرة صليت في لبنان 11 سنة 12 سنة، أول ما اهتدت الوالدة، بعدين انقطعت عن الصلاة. فأصلا ماني عارف أصلي، بس يوقف أوقف جنبه، يركع اركع، يسجد اسجد. بعدين صار صلاة الجمعة ياخذني معه صلاة الجمعة،
فلما رحت المسجد للمرة يعني الأولى، ممكن نقول بعد كم مرور يمكن 5-6 سنين أنا منقطع، وفعلا استمعت للخطبة، بدأ تأثير، يعني بدأت أتأثر بالجو، صلاة في المكتب، مسجد، صلاة الجمعة. فبدأت أشعر أني أنا فعلا مخبص، يعني أنا وضعي وضع واحد داخل جهنم مباشرة. أنا عارف الطريقة اللي أنا فيها، عارف الوضع اللي أنا كنت فيه. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، فمن ذا يرحم، فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك، وجميل عفوك، وجميل عفوك، ثم أني مسلم. صلاة الجمعة والصلاة مع الأخ هشام في المكتب بدأ يأثر فيني. جاء رمضان، سرعان ما جاء رمضان. لما جاء رمضان كانت نقطة تحول جذرية في حياتي إلى يومنا هذا. رمضان أول ما جاء قدر الله عز وجل أني وقعت في معصية معينة أثرت فيني جدا. يعني أنا كنت نويت أني يعني برمضان أني يكون أحسن من الأول، بس كذا عندي يعني هدف بسيط جدا. بعد ما صارت هذه وقعت في هذه المشكلة، أخذت عهد على نفسي برمضان أنه يعني أقطع شوط، وفعلا أني أقوم نفسي. اللي صار أنه أصبح عندي مشكلة كبيرة. صائم أثناء النهار، بعد وقت الإفطار كنا نروح أنا وهشام وبعض الأخوان غالبا إلى مكان في أناهايم، مشوار يعتبر، نصلي التراويح هناك. وافتكر طبعا كنت افطر على سيجاره، يعني لسه انا اتخيل وضعي لسه منه زين. فاول ما رحنا نصلي التراويح، وطبعا جو ايماني وواقف الصلاه، اخلص من الصلاه ارجع الى فين؟ الى البيت اللي انا ساكن فيه، والجو جو ما يوصف بالكلام، جو فساد بكل ما تعنيه الكلمة. فأصبح عندي أزمة نفسية أني أنا في صيام وصلاة، ثم أرجع إلى البيت وكل اللي حوالي فساد، فضيقت نفسيا. كلمت هشام بخصوص الموضوع، عرض علي أني أسكن في المكتب، وفعلا سبت البيت ونقلت إلى المكتب، أنام في المكتب بالليل على الأرض، وتاني يوم أعمل موظف عادي. الموظفين الباقين ما يعرفوا أن أنا كنت نايم في المكتب، أنام بالليل أعمل في الصباح. في هذه الفترة تغيرت أمور كثيرة. سكنت في علاقتي مع هشام بدأت يصير فيها شيء من الخلل بسبب تقصيري أنا في العمل. قررت أني أسيب العمل، وسكنت في باص، اشتريت باص يعني حافلة حق مدرسة ما فيها مقاعد، الكراسي والمقاعد يعني شايلينها من الأول، وفيها بس كذا كنباية في آخر الباص، وسكنت فيه على أساس أنه أوفر إيجار
وأوفر على نفسي وجع راس وابتعد عن الناس، تفشت من الناس، حتى الناس اللي كانت علاقتهم معهم كويسة بسبب تصرفاتي، يعني لسه أنا مرحلة انتقالية. الصلاة هي البداية. من هنا بدأ وجدي طريق العودة إلى الله، وجد فيها أنسه، وجد حياته، وجد نفسه بعد أن أضاعها سنين عدة. شغف بالصلاة وتعلق بها، فكانت سببا لعودته إلى الله، وكانت نورا يضيء طريقه الجديد. هذه الفترة كانت مرحلة إيمانية يعني رهيبة في الباص. صرت سكنت جنب مسجد، أصف الباص جنب المسجد، أروح أصلي الفجر. طلعت أنا الوحيد العربي، فالإخوان من الهند ومن باكستان يقدموني في الصلاة، وأنا أصلا حافظ سورتين كوين الفلق والناس. فلما صاروا يقدموني في الصلاة ما فيني كل يوم أصلي بالناس بالفلق والناس، صرت قعدت أحفظ الأشياء اللي كنت جزء عام اللي كنت حفظته أيام إلى حد ما في لبنان. واشتغلت، ابتدى وضعي يتغير في يعني عم أم الناس في الصلاة، في صلاة الفجر، عم صلي صلوات في المسجد. طبعا هنا صار في عندي، قررت، كلمت الوالدة، صرت بلشت أكلم أهلي وأعيد التواصل معهم، وضعي تحسن. فعم كلم الوالدة أقول لها يا ماما أبشري أنا ساكن في باص ومبسوط وعم وفر أجار. والوالدة انجنت، ساكن في باص؟ هي يا ماما ساكن في باص، أنت مجنون تسكن في باص بيقتلوك. قلت لها مين بده يقتلني؟ معي سكين قد كده، سكين في الباص؟ قالت لي هلأ بتبيعه وبتروح عند خالتك. خالتي نفسها اللي رحت لعندها أول مرة في كاليفورنيا الآن هي تسكن في تكساس، وصار زوجها غني، عنده ورشة ميكانيك، وعنده سمكرة بيصلحوا السيارات البادي شاب، وعنده ستورج، يعني السيارات اللي تدخل في حوادث أو يعتقل صاحبها يحطوها هناك، ما أدري يسموها هنا. مهم بعد أسبوع ياخذوا على كل يوم مثلا $50، بالآخر يجي يدفع فلوس يستلم سيارته. فعلى أساس أني روح وأغير العلاقة لأنه أنا كنت أسأت إليهم وياما كانوا حيطلقوا بسببي. فالوالدة قالت تضرب عصفورين بحجر، وضعك المادي منه مزبوط ولسه في دين وساكن في بص، روح عند خالتك، اشتغل مع زوج خالتك وغير نظرتهم عنك، بحكم صرت تصلي وصرت يعني تغيرت. فطبعا طاعة الوالدة لابد منها. بعت هذا البص ورحت إلى تكساس. قبل ما أروح اتفقت معه على التليفون، قال لي اسمع، تعطيني سنتين من حياتك تشتغل معي يوميا، ما تسألني عن شيء، ما تقول لي لا تبغى تروح ولا تخرج ولا بنات ولا شيء أبدا، ما تجيب لي سيرة أي شيء. سنتين من حياتك أنت يعني عبد عندي، تدفع الدين اللي عليك، تأمن وضعك المادي، بعدين حبيت تضل أهلا وسهلا، تبغى ترجع إلى كاليفورنيا الأمر يرجع لك. قلت له أنا ما أبغى أصلا، ما بدي لا أروح ولا كزدر ولا مخدرات ولا شيء، أنا على المنهج، بس خليني أصلي في المسجد. بفضل الله عز وجل، وأسأل الله يديم علينا النعمة، قذف الله عز وجل في قلبي حب الصلاة في المسجد من أيامها. قلت له بس خليني أصلي في المسجد. قال لي أبشر، هو لا يصلي ولا يعني نسأل الله يهديه، ما خصه في الإسلام. رحت إلى هناك على الاتفاق، صار يخليني أصلي العشاء في المسجد، وباقي الأيام عمل أنظف، لأنه قبل ما يحطني مسؤول في ستورج اللي هو مخزن السيارات لازم ترتقي في هذا عشان تكون مدير. لازم الناس يعرفوا انك انت تعترت، ما فيك تجي من يعني منهج غير منه واسطة والله يجي هذا مدير عليك، لا، لازم انت تمر بالمراحل. فكنت اولا انظف زيت عن الارض عمدا، بعدين ميكانيك غير زيت سيارات، بعدين كفرات الى اخره، حتى مسكني ستورج. قدر الله رحت مع مجموعة من زملائه، واحد منهم قريبه، في رحلة دعوية، وأثناء الرحلة الدعوية هذه واحد منهم يتكلم فذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم فلا يكونن من الغافلين. وأنا ما معي خبر هذا الموضوع، أنا قاعد أروح يوم الجمعة وقت الصلاة عادي أصلي في العمل. لما سمعت هذا الحديث قلت لا، ما ينفع،
لازم أصلي الجمعة بنص الحديث ولا حأرجع إلى أيام زمان. كلمته قلت له كذا كذا الموضوع، قال لي ممنوع. يا رجال أصحابك أصلا يروحوا يصلوا الجمعة، واحد منهم يوديني يرجعني، أبد. أنت أعطيتني وعدتني سنتين، هذا وقت عمل، تبغى اللانش بريك تروح تتغدى، تروح الصلاة ممنوع. فسبب لي أزمة نفسية. أفتكر أول جمعة لما منعني صليت الظهر في المكتب وأنا أبكي. كيف الناس يروحوا يصلوا الجمعة وأنا أصلي في المكتب، وأصحابه هم موجودين معه هو ما يصلي، هم يروحوا بالونش عندهم توترك يصلوا ويرجعوا ومشغلين مع بعض. برضو ما منعني. مرت الجمعة الأولى، مرت الجمعة الثانية، وضعي مضبوط. هذا قبل ما أعرف أنا أوريدي عم سوي فلوس، الوالدة مبسوطة، يعني على أفضل ما يكون. عندي دور خاص فيني، غرفتين وحمام، يعني عايش وآكل شارب وراتب ما أدفع شيء. فقلت الجمعة الثالثة هذه إلا صلي في المسجد. وصليت الاستخارة على منهج أيام زمان، أنه الاستخارة بالمنام، أنك لازم تصلي استخارة وتنام عشان حتشوف النتيجة بالمنام، ما أنه تيسير أو خلاف ذلك. وسبحان الله العظيم، تلك الجمعة صليت على أساس كان يوم خميس بالليل، وقلت بنفسي أنا ناوي إني أروح، وكلمت الوالدة إني بدي أروح صلي الجمعة ثاني يوم. تقول لي يا ماما لا، الماما تفتي على طول، أنت وضعك خاص وما عندك مشكلة، ولما ترجع كاليفورنيا روح صلي محل ما بدك، أنت وعدته للرجال سنتين، ما تسوي لحالك مشاكل، وضعك ممتاز إلى آخره من الكلام. وأنا بدي أسمع كلام الوالدة، وبرضه نفسيا الحديث يطن في راسي. فقلت أصلي الاستخارة، ونويت عزمت أني أنا أصلي الجمعة بوسيلة من الوسائل. نمت ليلتها بعد صلاة الاستخارة وأنا عازم أني أصلي الجمعة في المسجد. وسبحان الله العظيم، يعني هذه اللحظة ما زلت أفتكرها إلى الآن كأني أعيشها. صحيت في الصباح قبل الفجر، لأنه كان دوامنا قبل الفجر، وفي آية تكرر في ذهني. هذه الآية معظم الناس ما تخطر في بالهم. الآية هذه يا أخي اللي كنت أسمعها في عقلي تلقائيا من غير قصد، هي كلا لا تطعه واسجد واقترب. فقلت هذه هي نتيجة الاستخارة. ورحت يومتها العمل كما باقي الأيام بدون التفاصيل. قدر الله أنه أثناء العمل إجا تليفون، كنت أنا عم كلم الوالدة في لبنان لأنه أخوي في المستشفى عنده أزمة، عنده الأزمة ربو، عم بطمن على صحته. إجا اتصال من زبون قبل ما نفتح دوام العمل، فما رديت على التليفون لانشغالي بالخط. إجا شافني عم بتكلم على التليفون، وصار بيني وبينه مشاجرة كبيرة انتهت بأنه وداني البيت وقال لي أنت بكرة ترجع كاليفورنيا، ما عاد تنفع تسكن معي. فأنا نسيت أصلا صلاة الجمعة على كتر مني تعبان نفسيا من اللي صار، لدرجة أنه خالتي اللي أصلا لا تؤمن بي قالت لي أنت ما تبغى تصلي الجمعة، خذ السيارة وروح صلي الجمعة. وصليت تلك الجمعة في المسجد، ورجعت إلى كاليفورنيا. بعد ما رجعت لكاليفورنيا تغيرت حياتي بالكلية. تغير وجدي كثيرا وتبدلت حياته، من شاب مغن وراقص راب لا مبالي بمن حوله، وأصبح داعية إلى الله لا يجد الكثير من الراحة والدعة، وقد بذل الكثير والكثير من وقته للتعريف بالإسلام وإضاءة النور في طريق الآخرين. تعرفت على طالب علم في الجامعة الإسلامية في المدينة، وجهني إلى السنة، أعطاني كتب، وعرفني على مسجد في شيخ متخرج من جامعة الإمام في الرياض، رجل فاضل شيخنا فريد عبد الله. وسبحان الله يسر الله في وسط لوس أنجلس، في الأماكن الأكثر شعبية، وتسمع يعني واحد يطخ ويموت جنبك عادي جدا، في وسط هذه المعمعة في دروس عن العقيدة وعن الفقه وعن الأجرومية، وطلب العلم صار في وضع ما تتخيلوا. وصار توجهي دعوي بفضل الله عز وجل. وصرت بدل ما أكتب أغاني عن أشياء يعني ما فيها فائدة، صرت أكتب يعني شعر إسلامي، لعله أذكر منه بعض الأبيات.
طبعا بالإنجليزي معذرة، اللي يبغى الترجمة الشيخ جوجل موجود. You may say this lyricist is a fundamentalist striving to promote religious practices, like an activist striving with an active list containing actions that must persist, those of the heart, tongue and all of the limbs, with sincere return to righteousness of our predecessors, the pure, distinguished, those who strove to reach higher references. We humbly follow, admitting the shortcomings and the many erroneous instances. Our hope is in Allah, the exalted, the mighty, the control of all existences, to aid us to succeed in this world and in the hereafter, the place of eternal bliss. طبعا في غيره. وجينا المملكة ويسر الله عز وجل العمل في مجال الدعوة بفضله ومنه، والحمد لله رب العالمين. عندي موقع على الانترنت اسمه www.onewaytoparadise.net onewaytoparadise.net، وموقع اليوتيوب youtube.com/onewaytoparadise نفس اسم الموقع. في محاضرات للمسلمين ولغير المسلمين باللغة الإنجليزية بفيديو مسجلة، من أحب أن يعني يأخذ عنها أو يستفيد أو بالإنجليزي أو يستفيد بالدعوة أو يعني يعطيها لغير المسلمين فله ذلك. وهذه يعني القصة. النصيحة، نعم النصيحة طبعا النصيحة أنصح نفسي والأخوان وجميع المشاهدين بتقوى الله عز وجل، وأنه مما لا يختلف فيه اثنان أنه السلوك الحسن والتصرف الحسن له تأثير أكثر من الكلام وأكثر ممكن من المحاضرات وخطب الجمعة، كلها في باب والتصرف الإنسان وخلق الإنسان ومعاملته في باب آخر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يستقطب الناس بخلقه الحسن فحتى يصيروا مستعدين للدعوة. فالأخ هشام على سبيل المثال قد ما يكون شيخ الإسلام، ولكن سلوكه وتصرفه معي غير هذا التغير، سبب هذا التغيير الكبير اللي الآن يعني ثمرته نسأل الله القبول ما تراه الآن. وربما لو كان معي شديد أو لو نفرني لازددت بعد عن الدين ولا انتهى الأمر بشيء مختلف جدا. فالدعوة غير محصورة في أفراد معينين أو في أساليب معينة. الدعوة هي السلوك، الدعوة هي الخلق، الدعوة هي التصرف، الدعوة هي الابتسامة، الدعوة هي العدل، الدعوة هي الإحسان. وهذه متاحة لكل مسلم. كل مسلم له عليه فرض أقل شيء أنه يعني يبين صورة الإسلام بشكل صحيح. كيف؟ بالتخلق بخلق النبي عليه الصلاة والسلام. كيف كان؟ اقرأ السيرة واقرأ القرآن يعني أمر معلوم عند كل مسلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف ويعامل الناس. فهذا باب دعوة عظيم، أسأل الله يوفقنا جميعا لأن يعني نتبعه أو ندخل فيه إن شاء الله.